في واحدة بتقول أنا اتجوزت وما حصلش نصيب إني أخلف، فجوزي قال لي أنا هتجوز واحدة تانية علشان أنا عاوز ولاد. قلت له إن أنا مش هستحمل الوضع ده، ولو هيتجوز يطلقني. وفعلا اتطلقت. وبعد فترة اتقدم لي شخص كويس قوي، مراته ماتت وكان عنده ابن صغير. وافقت عليه وبعدين اتجوزنا. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. وكنت بحب الولد قوي وبعامله كأنه ابني. كنت بهتم بيه وبأكله وبشربه وبلبسه، وما كانش بينام غير في حضني. كان حرفيا بالنسبة لي حتة مني. كان ربنا بعته عشان يعوضني بيه إني ما بخلفش. ودلوقتي بعد سنتين أنا حامل وقربت أولد، بس مش قادرة أستوعب فكرة إن حد يشارك بنتي اللي جاية في الاهتمام والحب والرعاية. وقلبي اتحول 180 درجة تجاه الولد، وما بقتش طايقاه ولا عايزاه. وقلت له يا أنا يا الولد ده، أنا مش عايزاه يعيش معايا أنا وبنتي اللي جاية. وقلت له يوديه عند خالاته، هم أولى يربوه وأهو من ريحة أختهم. وسبت له البيت، رحت بيت أهلي ومستنية منه الرد. بس أهلي كلهم مغلطيني. هو أنا فعلا غلطانة؟